الرقم 5. بعد ثبات الجنحة يمكن العون محرر المحضر يحجز على رخصة السياقة؟ نعم الإجابة 1، لا الإجابة 2. إجابة صحيحة هي الإجابة رقم 1. هنا بعد ثبات الجنحة، فاش كنرتكب شي جنحة راه يمكن العون المحرر المحضر يحجز على رخصة السياقة. يعني إلا ارتكبت أنا شي جنحة اللي كيتعرض فيها التوقيف ديال رخصة السياقة راه غيحجز ليا على رخصة السياقة. إجابة 1. السؤال رقم 6. في هذه الحالة مسافة الوقوف كتنقص الإجابة 1، كتزيد الإجابة 2، كتبقى نفسها إجابة 3. إجابة صحيحة هي الإجابة رقم 2. هنا ملي كتكون الشتا راه المسافة ديال الوقوف كتزاد، المسافة ديال الوقوف راه كتزيد، إذن في هذه الحالة مسافة الوقوف كتزيد، الإجابة 2. السؤال رقم 7. هاد العلامات الخطر كتعلم على خروج أطفال، إجابة 1، ممر راجلين، إجابة 2، مدرسة، الإجابة 3. إجابة صحيحة هي الإجابة رقم 1. هاد العلامة كتشير خروج أطفال. العلامة ديال الراجلين كتكون علامة وفيها غير راجل واحد وفيها ممر راجلين، إذا العلامة كتقول أطفال، إجابة 1. السؤال رقم 8. هاد العلامات كتجبرني نتابع السير الأمام، صحيح إجابة 1، خطأ إجابة 2. إجابة صحيحة هي الإجابة رقم 2. هنا بالنسبة لهذوك العلامات الزرق ديال الإجبار كيجبروني ندور على اليمين، والعلامة ديال الإرشاد غير كتقول لي إلا بغيت نمشي لخريبكا أو الدار البيضاء راه طريق السيار غناخدها في القدام، غير ديال الإرشاد، يعني ماشي إجباري نتابع السير الأمام. إجابة 2. السؤال رقم 9. غادي نتعرض المنع من اجتياز رخصة السياقة إلا كنت كنسوق بلا رخصة؟ نعم إجابة 1، لا الإجابة 2. إجابة صحيحة هي الإجابة رقم 1. هنا واش غادي نتعرض للمنع من اجتياز رخصة السياقة إلا كنسوق بلا رخصة؟ نعم، إلا كنسوق بلا رخصة راه كنتعرض لغرامة من 2000 درهم ل 4000 درهم، وكنتمنع من اجتياز رخصة السياقة لمدة ديال 3 شهور. إذن في هذه الحالة راني غادي نتعرض للمنع من اجتياز رخصة السياقة إلا كنسوق بلا رخصة. وشحال ديال المدة؟ قلنا 3 شهور. السؤال رقم 10. ملي كيكون الازدحام كنلوت كثر؟ نعم الإجابة 1، لا الإجابة 2. كنستهلك الوقود أكثر؟ نعم الإجابة 3، لا الإجابة 4. إجابة صحيحة هي الإجابة رقم 1 و3. ملي كيكون الازدحام في الطريق السيارة كتستهلك الوقود لأن كتبقى واقفة والمحرك ديالها خدام وكتلوت، كيولي التلوث. إذا ملي كيكون الازدحام السيارة كتستهلك الوقود أكثر وكتلوث أكثر. السؤال رقم 11. سياقة مركبة بشهادة الفحص التقني مزورة تؤدي إلى توقيف المركبة، الإجابة 1، حجز المركبة، الإجابة 2. إجابة صحيحة هي الإجابة رقم 2. إلا كنسوق بشهادة الفحص التقني مزورة راه فيها الحجز ديال المركبة. ملي كنزور شهادة الفحص التقني راه كيكون فيها المحجز، أما لما كنتوفرش عليها راه فيها غير التوقيف ديال المركبة، فيها غير التوقيف. إذن في هذه الحالة قال لي زورتها، إذن فيها الحجز ديال المركبة، الإجابة 2. السؤال رقم 12. إلا كان شي جهة
في قوة الحصار ناقصة كتأثر على توازن المركبة عند القيام بالحصر. نعم الإجابة واحد، لا الإجابة جوج. إجابة صحيحة هي الإجابة رقم واحد. إلا كانت شي جهة في قوة الحصار ناقصة، يعني إلا كانت شي جهة ما كتشدش مزيان ديال الفران، راه فاش كنفراني على الخطر راه السيارة ما كتوقفش مقادة، يعني التوازن ديالها ما تيكونش مقاد. الجهة اللي ما كتشدش فيها الفران كتبقى تهرب ليها السيارة. إجابة واحد، إلا كانت شي جهة في القوة الحصار ناقصة كتأثر على توازن المركبة عند القيام بالحصر. جواب واحد. السؤال رقم 13، جهاز غاسل الزجاج لازم يكون دائما جاهز للاشتغال. نعم الإجابة واحد، لا الإجابة جوج. من الأحسن نعمر الخزان ديالو بسائل خاص. نعم الإجابة ثلاثة، لا الإجابة ربعة. إجابة صحيحة هي الإجابة رقم واحد وثلاثة. جهاز غاسل الزجاج لازم ديما يكون خدام، يعني سوي كلاص ضروري كيكون خدام، ومن الأحسن نعمر الخزان ديالو بسائل خاص. يعني الإجابة الصحيحة واحد وثلاثة. السؤال رقم 14، منفذ الخروج اللي جاي كاين على بعد حوالي 33 كيلومتر الإجابة واحد، 106 كيلومتر الإجابة جوج، 146 كيلومتر الإجابة ثلاثة. إجابة صحيحة هي الإجابة رقم واحد. هنا عندي ثلاثة ديال الخرجات، عندي الرباط مازال لي 146 كيلومتر، قنيطرة مازال لي 106، مولاي بوسلهام مازال لي 33 كيلومتر. يعني أول منفذ الخروج كاين على بعد حوالي 33 كيلومتر. إجابة واحد. السؤال 15، هاد العلامة كتعلن على منحدر خطير الإجابة واحد، عقبة حادة الإجابة جوج، طريق جبلية إجابة ثلاثة. إجابة صحيحة هي الإجابة رقم جوج. هاد العلامة راه ما كتقولش منحدر أو طريق جبلية، العلامة كتقول عقبة حادة، يعني شي عقبة خطيرة. إجابة جوج. السؤال رقم 16، عندي حق نسوق بضوء التقابل الإجابة واحد، بضوء الطريق إجابة جوج، نشعل حتى ضوء الضبابة ديال القدام. نعم الإجابة ثلاثة، لا الإجابة ربعة. إجابة صحيحة هي الإجابة رقم واحد وربعة. في هاد الحالة عندي حق نسوق بالضوء التقابل، لأن إلا شعل ضوء الطريق غنعمي سائق السيارة اللي قدامي في المراية. والسؤال الثاني، واش حتى ضوء الضبابة كنشعلهم ديال القدام كنديرو؟ لا، كنشعلهم إلا في الثلج والشتا الضبابة. إذن في هاد الحالة غنشعل ضوء التقابل. جواب صحيح واحد ربعة. السؤال 17، باش نتجاوز هاد السيارة الطريق في الخلف ديالي خاوية بلا ما نستعمل مؤشر تغيير اتجاه. نعم الإجابة واحد، لا الإجابة جوج. إجابة صحيحة هي الإجابة رقم جوج. هنا باش نتجاوز راه واخا تكون الطريق خاوية في القدام ولا في الخلف ضروري من السينيال. إذا باش نتجاوز الطريق في الخلف ديالي خاوية بلا ما نستعمل المؤشر كندير لا ضروري السينيال. السؤال رقم 18، هاد العلامة واش كتعتبر من علامات الخطر؟ نعم الإجابة واحد، لا الإجابة جوج. واش واجب عليا نقص من السرعة؟ نعم الإجابة ثلاثة، لا الإجابة ربعة. إجابة صحيحة جوج وثلاثة. هاد العلامة راه من علامات الإرشاد ماشي من علامات الخطر. إذا السؤال قال لي واش هاد العلامة من علامات الخطر كندير لا، راه علامة الإرشاد، وضروري كنقص السرعة لأن عندي راجلين ممر راجلين. السؤال 19، هاد العلامة واش كتمنع التجاوز على الشاحنات؟ نعم الإجابة واحد،
لا الإجابة جوج. إجابة صحيحة هي الإجابة رقم جوج. بالنسبة لهذه العلامة راه ما كتمنعش التجاوز على الشاحنات، راه كتمنع عليهم المسلك الرابع. أما المسلك الثاني ولا الثالث راه ممكن يدوزوا ليه يتجاوزوا فيه. إذن هذه العلامة واش كتمنع التجاوز على الشاحنات؟ كنديروا لا، أين حالة ممنوع عليهم إلا كانت الدائرة الحمراء في المسلك الثاني. السؤال رقم 20: بعد 5 سنين من التاريخ الأول الشروع في الاستخدام كيتم تجديد المراقبة التقنية الدورية. كل عام الإجابة 1، كل عامين الإجابة 2، كل 5 سنين الإجابة 3. إجابة صحيحة هي الإجابة رقم 1. هنا السيارة ملي كتفوت 5 سنين، يعني بعد 5 سنين من التاريخ الأول للشروع في الاستخدام، ملي كتفوت 5 سنين راه الفحص كيبقى يتجدد كل سنة، كل عام. إجابة صحيحة هي الإجابة رقم 1.